اللي احنا شفناه في مزاد القطن النهاردة إن الشركات الخاصة بتميل للشركات الحكومية علشان تاخد بأرخص الأسعار، وبعد كده والله أعلم التقسيمة تشتغل. كل الشركات بلا استثناء عايزة السعر ينزل عن سعر الضمان علشان تكسب، والمزارع عايز القطن بأعلى الأسعار، يعني لا يقل عن سعر الضمان الحكومي اللي الحكومة لقت فيه الحل علشان تضمن حق المزارع وتحافظ على فلوسه. قالت 12,000 جنيه للإمطار. الشركات مش عاجبها السعر فما دخلتش المزاد من الأساس، عايزة ينزل وتكسب من حق المزارع. قامت الحكومة مفوضة شركة مصر الحليج الأقطان بشراء القطن من المزارع في مزاد علني، علشان لو في شركة محتاجة تدخل تشيل، وعشان محدش يقول احتكار ولا مصالح. في نفس الوقت الحكومة التزمت مع المزارعين سعر الضمان، والشركات الخاصة قاعدة بتتفرج، والتجار عايزين المنظومة تفشل علشان يكسبوا من حق الفلاح. الخسران الوحيد الحكومة والشركة الممثلة للحكومة شركة مصر الحليج الأقطار. السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم النهاردة عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن أسعار الذرة وفول الصويا، ومعنا أسعار الفاصوليا واللوبيا والكراوية، ومجموعة كبيرة من أسعار المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. لو عايز تعرف كل ده وأكتر اشترك معنا في القناة عن طريق الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك تقرير يومي بأسعار الرز الشعير والمحاصيل الزراعية. التجار لو كانت اشترت القطن كانت هتعطيه للدواليب، محدش عاوز يشتريه بالسعر ده، وفي تجار بتاخده بأقل من سعر الضمان. هي سنة صعبة على الكل، مش سهل على الشركات تقف ما تشتغلش، وهي دي المشكلة. من أين ستعوض الشركة القابضة خسارتها المتوقعة والأكيدة نتيجة شراء القطن بسعر ضمان لا يواكب طبعا السوق العالمي؟ أعتقد إن ديت خسارة مال عام من جيوب الشعب كله. سعر ضمان لا يقبله المزارع ولا تقبله الشركات. واجب على الحكومة البحث في أسباب خسارة المزارع والعمل على حلها بتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار غير مبالغ فيها وأسعار مناسبة للفلاحين، وتوفيرها بالمجمعات والجمعيات الزراعية، وعدم اضطرار الفلاح للشراء من السوق السوداء، وغيرها من الحلول الواجبة مع دعم الشركات خارجيا للوصول إلى أسواق جديدة وتبني مبادرات دولية لإنتاج قطن أفضل خالي من التلوث قادر على المنافسة. طبعا موضوع كبير لإصلاح نظام القطن في مصر، ونقصد بيه من الزراعة وحتى التصنيع والتصدير. الأمر هنا بيحتاج قرار سياسي من أعلى سلطة في الدولة وعزيمة صادقة بالاهتمام بهذا القطاع. أسعار الذرة اليوم: سعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 12,600 جنيه للطن، وسعر الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 12,600 جنيه للطن. أما الذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصرب والأمريكي والبلغاري والروماني وأي جنسية تانية 12,200 جنيه للطن. الناس اللي شغالة على وش السوق تطمن ثبات في أسعار الذرة. سعر الذرة القرن فلاك الأرجنتيني 13,200 جنيه للطن. أما الذرة الأصفر المحلي 13,000 جنيه تنفيذ لدى التجار اليوم، والذرة الأبيض المحلي 13,500 جنيه للطن تنفيذ لدى التجار اليوم. أما فول الصويا ال 44% بروتين 19,300 جنيه للطن، وسعر فول الصويا 46% بروتين 20,300 جنيه للطن. أما فول الصويا المحلي من 21,000 جنيه ل21,500 جنيه للطن. وبالنسبة للأسعار: الذرة الأرجنتيني والبرازيلي في المدشات 13,200 جنيه للطن،
شكاير معبأة 50 كيلو، والذرة الأوكراني في المدشات النهاردة 12,800 جنيه للطن، شكاير معبأة 50 كيلو. أما بالنسبة لأسعار ذرة العويجة الحورس، شكاير معبأة 67 كيلو 12,000 جنيه للطن، وبالنسبة لأسعار ذرة العويجة الوسط 13,500 جنيه للطن، شكاير معبأة 67 كيلو، والذرة العويجة الكبيرة 17,000 جنيه للطن، شكاير معبأة 60 كيلو. سعر البولكم الأوكراني الأبيض 45,000 جنيه للطن، والبولكم البلدي البضايع العالية 27,000 جنيه للطن، أما البضايع الوسط 23,000 جنيه للطن. أسعار الفاصوليا النهاردة الطرد العالي 61,000 جنيه للطن، أما سعر الكراوية الخام متوسط سعر الطن 51,000 جنيه، وبالنسبة لأسعار اللوبيا 75,000 جنيه للطن. أسعار الرز اليوم: سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، البضايع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسيروتكس كسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 25,800 جنيه ل26,000 جنيه. أما الرز الأبيض العريض كسر 5% شكارة كمبيوتر من 26,400 جنيه ل26,600 جنيه للطن. سعر الرز الأبيض العريض كسر من 1 ل3%، بضايع الفنادق والقرى السياحية والمطاعم الكبيرة من 26,800 جنيه ل27,000 جنيه للطن. سعر الرز الأبيض الرفيع كسر من 3 ل5%، شكارة كمبيوتر أعلى جودة من 22,800 جنيه ل23,000 جنيه، أما الرز الأبيض الرفيع كسر من 5 ل8%، شكرا كمبيوتر أعلى جودة زيت وبخار وسيرتكس من 22,500 جنيه ل 22,700 جنيه، وسعر الرز الأبيض الرفيع كسر 10% من 22,200 جنيه ل 22,400 جنيه للطن. أما سعر الرز الأبيض الرفيع الشعبي كسر من 20 ل 40% متعبى في شكاير عادية من 21,000 جنيه ل 21,500 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الرز الشعير اليوم: سعر الرز الشعير العريض على حسب نسبة التصافي بيتراوح السعر من 15,700 جنيه، وده أقل سعر لاستلام المضارب، إلى 16,500 جنيه للطن. سعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب من 14,300 جنيه ل 14,500 جنيه للطن. أسعار التنفيذ بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب طريقة السداد وجودة البضاعة. أما أسعار مخلفات الرز في السرس المطحون من 1,300 جنيه ل 1,400 جنيه، سعر الكونة من 11,000 جنيه ل 11,200 جنيه، كسر الرز الناعم من 12,400 جنيه ل 12,500 جنيه للطن على حسب جودة وخشانة الكسر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.